يعني لو ناموا والهانم خرجت، يعني اشوف حد من اصحابي عشان اقعد اتكلم معاه. طب ولو قلت لك اقعد معاك انا تتكلم معايا؟ ماشي، بس ما نتكلمش في اي حاجه تجيب نكد. حاضر، اعمل لك كوبايه ليمون تروق دمك الاول. لا 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 لا، ولا ليمون ولا حاجه، انا كده كويس. قال لي يا اميره، انت عرفتي مرحوم جوزك ازاي؟ شفت بقى، اهو انت هو اللي بتجيب سيره النكد. الله يخرب عقلك يا اميره، يعني عايزه تقولي لي ان سيره جوزك بتجيب نكد وانت مش كنت بتحبيه ولا ايه؟ احبه؟ ده انا شفته مره واحده يا استاذ عبد المنعم، يوم ما كان جاي يطلبني من امي، وساعتها ما كنتش عارفه انه جاي يشوفني انا. يلا اهو كل واحد بياخد نصيبه. تعرفي يا بنت اميره ان انت ظروفك عامله زي ظروفي بالظبط. ليه كده يا استاذ عبد المنعم؟ بعد الشر على الست لقى. لا انت فهمتي غلط، انا اقصد يعني ان انا شفت لقى برضو مره واحده، ساعتها عجبتني قوي، قلت هي دي. قعدت اتحنجل يمين وشمال لحد ما اعرف هي بنت مين، وعرفت ودخلت مع ابوها في شغل. وحياتك 3 ايام وكنت عندهم في البيت قاعد على السفره بتغدى انا وهي، وبعدها باسبوع رحت جاي كاتب عليها على طول. هو النصيب بيجي كده. بس يا خساره، ما لحقتش اعرفها، ما لحقتش افهمها، مع اني متاكد انها من جواها انسانه كويسه جدا، لولا بس الوش الكاوتش اللي بتبقى لابساه ده لو تقلعه هتبقى احسن الناس. بس بتحبك. تفتكري؟ الا افتكر، دي حاجات ما يعرفهاش الا احنا يا ستات. طب ما تعلمينا يا بنت وينوبك فيها ثواب. انا اعلمك؟ ده انت سيد العارفين يا استاذ عبد المنعم. انا بتكلم بجد والله، اصل انا ساعات وانا عند مؤاخذه واقف بتكلم معاها يعني بحس ان انا واقف قدام صندوق متبرشم بقفل انجليزي معيش مفتاحه. الكلمة الحلوة يا أستاذ عبد المنعم، أي ست بتحب الكلمة الحلوة، والحنية، الحنية مفتاح قلب أي ست في الدنيا. حاولت وحياتك وفشلت. انت بس اللي قلبك طيب واحنا هنا حبتين. عارفه يا بنت اميره، والله العظيم انت زي العسل وجميله جدا. ربنا يكبر بخاطرك يا أستاذ منعم. ولا بنت بشحت ولا ايه؟ انا بتكلم بجد. عارفه لو الزمن يرجع بيها 10 سنين انا كنت اتجوزتك انت. ها؟ ودي تيجي يا أستاذ منعم؟ هي العين تعلى عن الحاجب؟ احيانا بتعلى لما العين تورم. ايه يا بنت في ايه؟ وانا قلت حاجه تزعلك ولا ايه؟ أنت ده يا ريت كل الناس زيك، ده أنا أتمنى أعيش خدامة تحت رجليك، ده أنا نفسي أشوف. أميرة! أميرة!